السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نشرح مع بعض مقرر ميديسنال بلانت نباتات طبية أولى صيدلة. قالك والله بيكون أنا عندي أول محاضرة بتكون بيقولك هنتكلم على محتوى المحاضرة introduction عن الفارماكوجنزي، ايه هو الكلاسيفيكيشن بتاعته، ايه هو البرودكشن بتاع الكرود دراج. تعالوا نبدأ مع بعض. أول حاجة الانترودكشن بتاع الفارماكوجنزي. قالك هو بيكون هو العلم اللي بيبدأ يتعامل مع دراسة مع دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبايوكيميكال. كلمة بايو معناها حاجتين، بايو وكيميكال. بايو معناها حيوية أو حاجة مشتق يعني من حاجة living cell، أو كيميكال يعني حاجة حيوية وكيميائية مع بعض يعني. وخصائص بيولوجية بنبدأ ندرس الخصائص دي بتاع الدرج أو البوتنشال دراج بتاع المادة نفسها لو ليها أصل طبيعي natural origin. تمام. وكمان بنبدأ ندرس طريقة السيرش، ازاي نقدر نبحث عن أدوية جديدة من مصادر طبيعية. قالك والله قالك أنا عندي أول حاجة حاجة زي الساليسين. دي بيكون أول حاجة احنا قدرنا نعملها ايزوليشن، قدرنا نفصلها في عام 1826 من لحاء اسمه الساليكس بارك. ألا وهو طبعا اللي هو بيكون الأسبرين. ده بيكون موجود في الصيدليات، اللي هو الأسيتيل اللي هو الاسبرين اللي مادته الفعالة اللي هو الساليسيليك اسيد، بنستخدمه في علاج السيولة. بيكون في منه كذا شكل في الصيدلية. تمام. قالك والله أنا عندي حاجة اسمها تراديشنال فارماكوجنزي. قالك كلمة تراديشنال معناها قديما. تمام، يعني كده الفارماكوجنزي قديما قالك كانت بتبدأ تركز على اللي هو المورفولوجيكال، بتركز على الشكل. بس كلمة فارماكوجنزي النهاردة بتكون هي أساس الفيتوكيمستري، خصوصا لو اللي أنا ببدأ أدرس اللي هو الناتشورال برودكت، منتجات طبيعية. ببدأ أدرس اللي هو الفارماكولوجيكال أكتيف، بدرس المواد الفعالة بتاعتها. تمام. طيب قالك المودرن حديثا بقى دلوقتي او في المستقبل ان شاء الله هيبدأوا يعملوا كونستيتيوشن، يبدأوا يشكلوا مناطق معينة عشان يقدر ينشئ او يقدر يجيب اللي هو يشوف اللي هو البيولوجيكال اكتيف فاكتور اللي تقدر تأثر عليها. تمام. قالك ده بيكون فعلا حاجة كويسة. بتكون زي بتكون في زي دراسات كتير عشان اقدر احصل على من خلال المادة الفعالة ابدأ احصل على البلانت بتاعي. تمام. قالك بقى شوية تعريفات مهمين عايزين نخلي بالنا منهم. يعني ايه دراج؟ الدراج اللي هو بيكون الدواء ده بيكون عبارة عن مادة بيولوجيكال او مادة كيميكال، يا اما مادة حيوية او مادة كيميائية احنا بنستخدمها عشان نعالج مرض معين. قالك والله عشان اقدر احمي اي بلانت او اي عشان اقدر احمي اي شخص من من اي ديزيز، او اقدر احافظ على صحة افضل. تمام. قالك تاني حاجة معايا اللي هو الناتشورال برودكت، المنتجات الطبيعية. دي بتكون جاية من أصل حيوي أو من ليفنج سيل، من الكائنات الحية. إنما السينثيتك الحاجات دي ما بتكونش في النيتشر، بتكون جاية من مواد مصنعة artificial. طيب الكروت دراج اللي هو النباتات الأعشاب، ده بيكون عبارة عن حاجة هارفيسست، يعني حاجة زي محصودة أو نبات أنا بكون عامل له دراي جففته، أو اللي هو بيكون جاي من مصدر حيواني animal source طبعا للبرودكت. المهم بيقول لك معناه هو بيكون هو خام، ما تعرضش الدواء الخام ده ما تعرضش لاي بروسيس او ما تعرضش لاي موديفيكيشن، ما حصلوش اي تعديل. طيب قال لك الاوفيشال دراج ده بيكون عبارة عن ادوية، بتكون ادوية رسمية، بتكون في منظمات زي هيئات حكومية. تمام. بتكون طبعا تم التعرف عليها من خلال الكتب دي بنقول عليها اسمها الفارماكوبيا. تمام. تمام. طيب قالك الميديسنال بلانت النباتات الطبية معناها نبات بيكون ليه فايدة طبية، ليه ميديسنال اكتيفيتي. طيب الفولك ميديسين اللي هو الطب بالأعشاب. قالك ده بيكون دواء احنا تم استخلاصه من مواد طبيعية. بيكون ليها هدف وقائي أو هدف علاجي. طبعا قالك الحاجات دي بنكون احنا عملناها عن طريق المحاولات أو في طرق أو عن طريق الغلط. تمام، اللي هو في ايرور ميثود. طيب دي طبعا أسئلة على الجزء اللي احنا شرحناه، يعني ايه دراج، يعني ايه ناتشورال برودكت، يعني ايه كرود دراج. تمام، زي كده حاجة كده تنشيط
تفتكر اللي احنا شرحناه دلوقتي. طيب قالك ايه هو بقى دور اللي هو الفيتوكيمستري؟ قالك والله انا عندي هنا الدراج ديسكفري، او فكرة اكتشاف الدواء بدأت او نشأت ازاي، من خلال اللي هو نبدأ نستخلصه من نباتات واستخدمناه عشان نقدر نعالج بيه ديزيز معين. تطورت الفكرة دي وكانت فكرة شاملة وعامة، عشان أبدأ أمنع الديزيز، المرض نفسه، وأمنع أي توكسيستي. طبعا ممكن احصل عليه يا اما طرق من حاجات اللي هي بتكون نيوتريشنال، حاجات غذائية، او اللي انا زي ما قلنا بريفنتيف ميديسين زي علاج وقائي. قالك هنا ايه هو دوره برضو؟ قالك كان مهم جدا في حتة الاكزامينيشن عشان اقدر افحص المركبات اللي احنا بنستخدمها كبروفايلاكتيد، اقدر اعمل انفيسايزنج للبايو دايفرسيتي للبلانت، ما فيهم البايوسينثيز التصنيع والاكستراكشن، حتة الاستخلاص او ايزوليشن او ايدنتيفيكيشن اتعرف عليه، او اعمل اناليسيز او بايو اكتيفيتي. تمام. اقدر اعمل ديترمينيشن برضو، اعمل سينسز، اقدر احلل مكونات النبات. قالك في خطوات مهمة جدا قبل ما اعمل الشيفنج لهذا الدور. قالك والله بشوف الاوريجين، المصدر بتاعه هو جاي منين، السورس بتاعه هو بيكون جيوغرافيكال، المكان بتاعه اللي نشأ فيه، او اللي هو البيولوجيكال. دي بيكون عبارة عن مقدمة صغيرة بتكلم فيها عن الهيستوري بتاع النبات واسمه، اعرف هو اتزرع فين، الكالتيفيكيشن وازاي اقدر اعمل له بريباريشن، واحضر الكاركترز اللي هو التلخيصات بتاعته، او اللي هو مش التلخيصات، اللي هو الخصائص بتاعته، هل هو ماكرو كاركتر ولا مايكروسكوبيكال. اقدر اشوف يعني بالعين المجردة بنقول عليها اسمها ماكرو او ميكروسكوب، بشوف تحت الميكروسكوب، اشوف الكونستيتوينت، المواد الفعالة، اشوف التستس، اقدر اعمل له، اقدر اتعرف عليه كيميكال، اشوف حتة الادلتريشن، هل هو حصل له غش ولا لا، او حصل له سبستيتيوشن، استبدلت المادة الفعالة بمادة انا غشيتها، حطيت مادة غير المادة. اقدر اعمل له ايزوليشن وبيوريفيكيشن، المادة الفعالة اللي فيه بتكون خام ولا لا، اقدر افصل ولا لا، ابدا استخدم الادوية دي بنشوفها في العلاج ولا لا. كل دي حاجات هنبدأ نعرفها. قالك والله انا عندي هنا الكلاسيفيكيشن، تصنيف الكروت درجة عندي. قالك اللي هو الفيجيتابل دراج، الحاجات دي اقدر اصنفها على حسب اللي هو الطرق دي. في حاجات بنصنفها الفابيتيكال على حسب الترتيب الابجدي ABC، بنصنفها على حسب التاكسونومي، في حاجات بنصنفها على حسب الشكل المورفولوجيكال، بنصنفها كيميكال كيميائيا، وحاجات بنصنفها فارماكولوجيكال. تعالوا نشوف قالك اول حاجة معايا الفابيتيكال، بنصنف على حسب الالفابيتيكال اوردر ABCD. في تاني حاجة عندي اللي هو التاكسونومي، ببدأ أصنف على حسب هو كان مملكة ايه، كينجدم، أو اللي هو الفيليان بتاعه هو تبع أنهي كلاس، أو ايه اللي هو من عائلة ايه، أو على حسب الجينيوس أو السبيشيس. تمام، يبقى بشوفه تبع الحاجات دي. تالت حاجة اللي هو المورفولوجيكال، الشكل بتاعه، شكل الأوراق ولا شكل الزهرة ولا شكل الفروت ولا شكل السيد ولا شكل الروت أو الريزومات، يبقى بترجع للأورجانيزد ايه درج. طيب تالت حاجة الكيميكال، بنبدأ نصنف على حسب اللي هو أهم المواد الفعالة اللي فيه. طيب بنصنفه فارماكولوجيكال أو اللي هو سيرابيوتيك، حاجة علاجية، على حسب اللي هو الفارماكولوجيكال أكشن، احنا بنستخدم ايه مثلا بالظبط، على حسب المادة الفعالة اللي فيه. بنستخدم مثلا للمغص أنتي سبازموديك ولا أنتي إيميتيك أيا كان. تمام. قالك والله عشان اقدر اسمي الدواء بتاعي بيكون في تسمية، حاجة اسمها البايونوميال اللي هو التسمية الثنائية. قالك التسمية دي بيكون في منها تسمية حاجتين، بتنقسم لحاجتين، حاجة اسمها جينيوس دي بيكون أول اسم، وفي حاجة اسمها سبيشيوس اللي هو بيكون تاني اسم. قالك أول اسم بكتبه كابيتال وتاني اسم بكتبه سمول. يعني مثلا ودايما الاتنين بيتكتبوا بالإيطالي اللي هو ايه باللغة الإيطالية إيطاليك. تمام. لو قالك يكتبوا بالأرابيك أو اللي هو إنجليش طبعا غلط، ممكن يسألك في سؤال زي ده. طيب ازاي اعمل نومنكليتشر للأدوية او اللي هو الاوريجين بتاعها؟ قالك والله بنشوف ممكن على حسب الجيوغرافيكال، على حسب المكان بتاعه. يعني مثلا الكنابس كتب لك انديكا، اندي يعني عايز يقولك ان هي بتكون المكان اللي نشأت فيه في الهند. قالك هنا ممكن نقسم على حسب اللون، يعني مثلا هنا قالك الديجيتاليس بيربريا، كلمة بيربريا دي معناها بيشير للون اللي هو لونها بيربل، يعني ممكن يجي يقولك بيربريا معناها لونها ايه، هتقوله بيربل. مثلا البراسيك ألبا دي معناها لو جيت ترجمت هتلاقيها وايت. كلمة براسيكا النيجيريا دي أو نيجرا معناها بلاك. يوريديا دي معناها لون أخضر، يبقى ممكن يجي يقولك اليوريدي دي معناها لون ايه، هتقوله جرين. نيجر معناها لون ايه، بلاك. غلبة معناها لون ايه، وايت. الحاجات دي هيسألك فيها وهتشوف دلوقتي.
طيب ممكن يكون بيشير للأروماتيك، يعني كلمة مثلا الميرستيكا فراجنرز معناها بيكون لونها ايه، بيكون الريحة بتاعتها نايس، ريحتها كويسة. كلمة اللي هو الكاريوفيلس أروماتيكس معناها اللي هي بتكون ايه، أروما. تمام. طيب ممكن على حسب المادة الفعالة الأكتيف كونستيتيوينت، قالك دي بيكون الدواء بتاعي اسمه كواليا سابوناري، احنا عارفين ان الصابونين بيعمل زي رغوات أو بيعمل لي فرص. تمام. ممكن الاسم نفسه يبدأ يشير لسبيشال انديكيشن لحالة معينة. لما اقولك حاجة زي اللي هو يا جدعان الفونوكليوم فولجاري، احنا عارفين ان الفولجاري ده معناه هو جاي من وايلد، يعني جاي من نباتات برية من الصحراء. لما اقول كلمة نجيلة ساتيفا، يقولك كلمة ساتيفا دي معناها ان الحاجة دي بتكون مزروعة وانت زارعها، حصل لها cultivation. تمام. ممكن تشير للي هو المورفولوجيكال كاركتر، لخاصية مميزة ومهمة فيها. تمام. يعني كلمة اللي هو السيراتي فوليا، معناها السيراتي معناها عايز يقولك هي المارجن بتاعه الأصل بتاعها من الليف من الورقة. تمام. هيوسايمس ميوتيكس، كلمة ميوتيكس معناها شورت قصيرة. طيب البيرجولاري اللي هو التومنتوسا دي معناها هيري، معناها هي بيكون لها هير، ليها شعر. طيب ممكن يشير للفارماسيوتيكال انديكيشن على حسب استخدامها، يعني حاجة زي البابافار سومنيفرم، كلمة سومنيفرم معناها انه بيبدأ يسبب النعاس والنوم. طيب عندي حاجة اسمها بريرة أنسلمنتكا كلمة دي معناها طارد للديدان، اكسبيلنج الورم. تمام. دي الأسئلة اللي ممكن تسأل عليها. يقول لك كلمة قلبة في البراسيكا معناها ايه، تبدأ ترجع تشوف التومنستيكا دي معناها ايه، معناها هيري بشعر. تمام كده. طيب قالك ازاي انا اقدر اعمل اللي هو برودكشن، ازاي اقدر اعمل انتاج للكروت درج. قالك والله بعمل كالتيفيشن، اول حاجة ببدأ ازرع الوايلد بلند، النباتات البرية دي. تمام. ابدأ ازرعها في حاجات، تاني حاجة ابدأ اعمل لها كوليكشن اجمعها، تالت حاجة اجففها، رابع حاجة البيكنج ابدأ اجمعهم، خامس حاجة فكرة التخزين. ممكن يجي يقولك ازاي اعمل برودكشن للكروت درج، هتبدأ تشرح له، تكتب له الخمس خطوات. ممكن يقولك مثلا ايه، اكتب لي اللي هو اهم حاجة العناوين. يعني تعالوا بقى نشرح كل واحدة. قالك اللي انا بعمل كالتيفيشن ازاي، قالك والله الميديسنال بلانت ممكن تكون يا اما وايلد، حاجات نباتات برية، او حاجات كالتيفيشن انا زارعها. النباتات بيكون بترجع للنيتيف للاصل بتاعها، بنقول عليها اسمها انديجينس. تمام. او بتبدأ ترجع اللي هي مثلا لو مزروعة في بلد تانية وغريبة بنقول عليها اسمها ناتشورال. تمام. تمام. يعني مثلا حاجة زي كده الأكونيتيوم نيفيلاس دي بتكون موجودة في جبال أوروبا. تمام. ده الأصل بتاعها. طيب حاجة زي اللي هو الداتورا سترامونيوم، دي بترجع لأوروبا وبعدين تم انتقالها لليو اس سي للولايات المتحدة، يبقى دي اسمها ناتشوراليزد، اللي هي كانت في مكان وراحت لمكان تاني. طب قالك ايه هي عيوب اللي انا ازرع عيوب زراعة اللي هو الوايلد بلانت النباتات البرية. قالك والله ليها ديز ادفانتج، وده ممكن سؤال يجيلك. قالك والله من ضمن العيوب بتاعتها انها بتكون موجودة في ايه، في اماكن متفرقة. طبعا والاماكن دي بتكون unlimited غير محدودة، بيكون في مشكلة اللي انا اعمل لها كوليكشن اجمعهم، ومشكلة في الترانسبورت في النقل، عشان هم غالبا بيتم زراعتهم في الصحراء والغابات. بيكون continuous extensive collection. فكرة عملية اللي هو الكوليكشن اللي انا اجمع باستمرار، ده يبدأ ايه، يبدأ يستهلك مني وقت ويعمل لي deficiency، يعمل نقص او يقلل المادة الفعالة نفسها. ممكن يحصل زي adulteration غش في فكرة اللي انا اجمع الدواء نفسه او اجمع اللي هو الكروت دراج نفسه من المصادر النباتات البرية. ممكن يعمل لي adulteration نتيجة اللي انا ببدأ اتجاهل الكوليكتور المتجمعين، الناس اللي بتبدأ تجمع الحاجة نفسها. قالك والله ممكن يكون اللي انا ممكن اجمع الديزاير بلانت النباتات اللي انا محتاجها اللي انا بفضلها، واجمع الانديزيرابل اورجان، اشوف اللي هو الاورجان بتاع المادة اللي هي بتكون اخد حاجة غير مرغوب فيها يعني. تمام. او ممكن اجمع حاجة في الامبروبر تايم في الوقت الغلط، تكون لسه محصلهاش رايبنج او لسه ما نضجتش. تمام. قالك والله فكرة اللي انا اجمع اللي هو النباتات البرية دي بتكون insufficient، ما بتكونش كافية اللي انا اقدر اوفر كل متطلبات السوق، وهتبدأ تعمل لي مونو بولي. تمام. طيب ايه هي بقى مميزات اللي انا ازرع الميديسنال بلانت؟ قالك والله ليها مميزات كتيرة. فكرة التركيز اقدر اوفرها بعدد كبير في اماكن صغيرة، واقدر اعمل لها سيمبليفيكين. فكرة التجميع يعني بتاعتها بتكون سيمبل سهلة، اقدر اتحكم في مدى البيوريتي بتاع البرودكت،
اقدر اعمل كالتيفيشن، الزراعة نفسها بتعمل قشور، بتبدأ تأكد على تبدأ تأكد على اللي هي الطرق بطريقة صحيحة وطريقة منظمة. تمام، دي بتساعدني ان انا اقدر اعمل بريك داون، اقدر اتخطى فكرة المونوبولي تمام اللي كانت بتحصل في الوايلد بلاند. طب قالك ايه هي برضو من ضمن المميزات اللي انا اقدر احسن الدواء بتاعي من خلال ان انا قادر اتحكم في العوامل بتاعته، زي فكرة ان انا اقدر تريتمنت اعالج البذور نفسها من خلال ان انا اعمل لها سونج اغمسها، او اللي هو سونج ابدا زراعة عشان اتاكد من عملية الجيرمينيشن. اعمل سوكنج مثلا حاجة زي الهيوسايمس، بذرة الهيوسايمس، احط فيها سلفوريك اسيد، الحاجات دي هتبدأ تسرع عملية النمو. يبقى لو قالك انا ليه بحط سلفوريك اسيد للهيوسايمس، هتقول له تو فاستن عشان اسرع الجيرمينيشن عملية النمو. استخدم فيرتلايزر مخصبات اللي هتبدأ تزود المواد الفعالة بتاعة النبات، تبدأ تمدني بالسنشال اليمنت. اقدر اتحكم في اللي هو الحشرات، لو في حشرات تبقى حاجة طاردة للحشرات. طيب قالك ايه هي عيوبها؟ عيوبها انها بتكلفني كتير، بتكون الكوست بتاعتها اوف برودكشن الا لو انا اعملها على مساحات كبيرة طبعا. قالك في بعض النباتات بتبقى محتاجة ايميتيشن، تمام، زي مثلا الكنابس. قالك الحاجات دي ممكن بيكون لها فصل مناخي معين في المناطق الاستوائية. الحاجات دي بتكون ليها مواد مخدرة ناركوتيك، حاجة زي السنكونة بتبقى محتاجة الطقس الحار، بتبقى محتاجة انك توفر لها البيئة المناسبة اللي هو الهابيتات. تمام، انا رحت فين؟ ايوه، هنا محتاج انك توفر لها البيئة المناسبة. تمام، حاجة زي السنكونة بتبقى محتاجة زي ما قلنا الطقس الحار، حاجة زي الألويس الصبار بتبقى محتاجة اللي هو الهيفي رين، هيفي رين فول، محتاجة أمطار كتيرة. تمام، قالك فكرة اللي أنا أجمع النباتات أو اللي هو الميديسينال بلانت، قالك بيكون عندي كواليتيتيف و كوانتيتيف كومبوزيشن للنباتات، بتكون بتبدأ تتغير بشكل كبير أثناء الكورس، أثناء اللي هو الموسم نفسه، أثناء الوقت اليوم نفسه، أثناء مرحلة الماتيوريتي أو النضج. تمام، قالك عشان أبدأ أكد على اللي هو نحصل على ماكسيمم كواليتي، أعلى كواليتي أو أعلى جودة من الكروت دراج، لازم أبدأ أجمعه في اللي هو البروبر ستيج في المرحلة المناسبة بتاعته، عشان المواد الفعالة بتكون ممكن تحصل لها ديستريبيوشن، تتوزع في كل أجزاء النبات، تكون مركزة في أورجان معين، في حاجات معينة، في سبيسيفيك تيشو. قالك والله من ضمن الفاكتور العوامل اللي هتقدر تأثر على اللي هو عوامل الكوليكشن، على اللي هو فكرة اللي أنا أقدر أعمل تجميع أو أقدر أجمع الميديسينال بلانت، الوقت بتاع السنة نفسه. يعني حاجة زي الروبر بقالك والله لو زرعتها في الشتاء بحصل على مادة فعالة الأنسرانول، طب لو زرعتها في الصيف بحصل على الأنسراكينون، طب لو أنا يهمني الأنسراكينون هزرعها في الصيف مش هزرعها في الشتاء. حاجة زي اللي هو الكولشيكم، الحاجات دي ما بيكونش ليها القليد لو زرعتها في الخريف، بس لو زرعتها في الربيع بيديني القليد. تمام، من ضمن الفاكتور او العوامل اللي هتقدر تأثر على الكوليكشن عملية جمع الميديسينال بلانت، الوقت بتاع اليوم نفسه. في حاجات لو جمعت افتر نون بالليل هتحتوي على الجلايكوزيد اكتر زي الديجيتالس، احسن لو جمعت، احسن من لو انا جمعتها في الصبح. حاجة زي السولانيشياس ليفز اوراق عائلة السولانيسي بيكون بتحتوي على نسبة الكالويد اكتر الصبح في المورنينج عن ما جمعها بالليل. قالك والله مرحلة اللي هو ايه الماتيوريتي، مرحلة الماتيوريتي دي اللي هو النضج بتاعه بيكون في فلاور، بيكون ان اكسباندد لسه، بيكون بيحتوي على اللي هو 3% من اللي هو الانسلمنتك اللي هو مادة الطارد للديدان زي السانتونين. يبقى ممكن يجي يقولك السانتونين بنستخدمه في ايه؟ كانسلمنتك، حاجة طاردة للديدان. لما يكون الهيت بتاعه يبدأ انه يبدأ يفتح، والاسترامونيوم نفسه والنسبة بتاعته بتبدأ انها بتبدأ ايه تقل، تمام، عبل ما مجرد يفتح. يبقى السولانيشيوس ليه قلنا بتحتوي على نسبة الكالويد أعلى. تمام، وخصوصا في مرحلة وخصوصا في لما يكون في مرحلة التزهير في الفلاورنج ستيج دي. كده كانت أول محاضرة، أتمنى تكون استفدتوا. شكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.